برج الميزان والشهر الثامن آب أغسطس، والميزان سوف يفاجئ الجميع. برج الميزان، شوف المريخ اللي كان عندك بالبيت الثاني عشر اللي شكل لك حالة تعب وتقريبا إلى أكثر من شهرين تعب وواجهات، وربما برج الميزان بما أنه المريخ كان بالبيت الثاني عشر فتعرض لخداع أو احتيال أو خسر أموال أو حط أموال بمكان خاطئ. المريخ اللي بده يدخل لعندك بسبعة الشهر، الزهرة والمشتري اللي رح يتواجدوا بالبيت العاشر، والمريخ اللي رح يقابل زحل بالبيت السابع. أنا بشوف برج الميزان بالشهر الثامن مو مثل ما انتم بتعرفوا. هلا في احداث كبيره، في ناس ممكن تتهور، يصير في عندها اخطاء، تدخل باشياء ما بتناسبها، ردة فعلها ما تكون مدروسه، ولكن في تغير كبير. خلونا نحكي بالشيء الايجابي. بالشيء الايجابي سيكون برج الميزان واجتماعه مع اشخاص ذو نفوذ وذو مكانه، او اصحاب اموال واصحاب مكانه اجتماعي حكيناها، أصحاب أموال حكيناها، أشخاص مشاهير حكيناها، أشخاص مؤثرين سوف تكون موجودة. هذا الاجتماع سيحضر به برج الميزان وسوف يكون مؤثر جدا وله دلالة وله كلام وله وزن عالي جدا. هذه من دلالة الزهرة والمشتري في البيت العاشر وهو بيت العز والجاه والمال والأعمال، والمريخ اللي راح يكون موجود عنده ستزيد الثقة لدى برج الميزان. يواجه أمر ومخاوف سابقة، بيواجه قضية إن كنت قوي بتطلع منها بتصير ورا ظهرك، إن كانت قضية رسمية أو قانونية أو قضائية أو حتى لو قصة إلى عمرها 10 سنوات ممكن يواجهها برج الميزان بالشهر الثامن آب أغسطس. مع مقابلة المريخ لزحل هون شغلة يا أنا يا أنتم برج الميزان، فلذلك هذا الشهر آب أغسطس سيحدد الخيارات والأهداف والأعمال وطلب الأموال، وفي قصص رح يواجهها، واللي بيخاف منه برج الميزان سيلج به، سيدخل به، سيقتحمه برج الميزان ليثبت نفسه. المغامرات العاطفية عند برج الميزان بأعلى درجاتها بتواجد المريخ عنده وثقته بنفسه العالية، وهذا الأمر مطلوب من برج الميزان يقدر يفرق بين انه تعود على شخص او معجب بشخص وبين الحب الحقيقي او الشخص اللي خلينا نقول يرتبط معه بكلمه. كثير مهم برج الميزان انك ما تعطي كلمه او تعطي وعد لحدا انك تعودت له او شفته هلا موجود بحياتك، ما تتورط كلمه بحبك بحياتك لشيء جديد اذا ما انت كنت عرفان حقيقه هذه المشاعر. التعويض المالي مهم، وحكينا انه اللي رح يصير بالشهر الثامن عند برج الميزان دلالاته وتأثيراته وتغيير أعماله وأشغاله على المحك بهذه النقطة.